السلام عليكم الشيرات، كي راكم غايا؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات بنت الحاجه. اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت اللي هي غوسيت جواز اللوبيا خضراء بالبطاطا والدجاج. اي معايا نشوفوا لي زانغريديون وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. بسم الله. الوصفه تاع اليوم عندي هنا في طاجين، غادي ندير مغرف تاع السمن، شويه تاع الزيت. كي دوب لي هذاك السمن عندي فخوضه هنا تاع الدجاج، شوطتهم وغسلتهم مليح ونقيتهم. غادي نديرهم كما راكم تشوفوا هنا. بالنسبه للدجاج ولا اللحم، كل وحده دير على حساب افراد العائله تاعها. ومن بعد هنا عندي 3 حبات كبار تاع البصل، قطعتهم كما راكم تشوفوا كيما هاك. وهنا غادي نقلي الدجاج تاعي والبصل مليح. كي قليت الدجاج تاعي والبصل هنا، زدت لهم 2 حبات طماطيش كبار. هنا غسلتهم وربيتهم وزدت معاهم تاني 2 ورق تاع الرند. وعندي هنا مغرف كبيره تاع طماطيش تاع القوطي. هنا نقلي مليح مليح. ومن بعد نزيد هنا قيس 4 كاس تاع الماء. ولي زيبيس غادي نكتبهم لكم باش ما ننسى حتى حاجه. وهنا نقلي مليح مليح هذوك الدجاج وكاع. ومن بعد عندي هنا اللوبيا خضراء. فوالا، هنا عندي تقريبا واحد 750 غرام تاع اللوبيا، شريتها كي من هكا في ساشي. الماء حامي هنا نمرق به حتى يتغطى عليه داك الدجاج. فوالا، ومن بعد غادي نزيد هنا كي تبدا المرقه تاعي تغلي غادي نغطي عليها ونخليها تطيب في غردها. بالدجاج تاعي غادي نقلعه باش نحمره. ومن جهه اخرى تاني راني مقطعه حبه تاع بطاطا تاني كما راكم تشوفوا، قطعتهم كيما هكا غادي نقليهم. هنا نروح نوجد الدرسه تاعي تاع اللوبيا. قلعت شويه تاع المرقه، درت فيها 3 تاع السنه تاع الثوم، ربيتهم شويه تاع كمون، شويه تاع فلفله حمراء، شويه تاع راس الحانوت والكمون. فوالا، وشويه تاع الحرور. نخلطهم مليح وغادي نعاود نرجعهم في اللوبيا. هنا كي نرجعهم في اللوبيا عفوا نخلط شويه ونقص عليها مليح ونخليها تتجمر في غردها. فوالا، هنا صاي اللوبيا تاعي راهي واجده. غادي نحط في الطبسي وتشوفوا معايا. فوالا، لا غوصه تاع اليوم الجواز تاع اللوبيا خضراء ولا اللوبيا ماشطو، كل واحد وكيفاش يقولها. بالبطاطا والدجاج. جات الشيرات جات علامه علامه واحد البنه. شاهدكم في الجنه والمتوحمه تسمح لي. شوفوا الله يبارك، خليتها طابت ولا تجمرت كما قلت لكم. نقصت لها مليح وخليتها تتجمر زعما في غرضها. شوفوا الله يبارك، هنا جات علامه معسله، شوفوا ما شاء الله. وهذه هي الغوصه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونتمنى تجربوها، ونتمنى نتلقاكم الوصفه قادمه بخير وعلى خير. اتهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف. السلام عليكم.